لو لسه بتقيم صحتك من خلال الميزان تبقى غلطان، وتعالى اقول لك ليه. الناس اللي عندهم هوس بالميزان وكل شويه يوزنوا نفسهم الصبح وبالليل وكل يوم وبيتابعوا الارقام اللي على الميزان بالجرام، ده مش صح نهائي. لازم تكون عارف ان الميزان مش هو الريفرنس بتاعنا، وعمر ما هيكون تقييمنا للصحه برقم على الميزان. تعالى اقول لك ازاي بمثال بسيط جدا. شايف الشخصين اللي قدامك دول ليهم نفس الوزن على الميزان، الاثنين تقريبا 85 كيلو، ولكن البادي شيب بتاعهم مختلف تماما. علشان كده بنقول ركز على المقاسات مش الميزان، وده لان المقاسات بتختلف جدا على حسب نسبه العضلات، نسبه الدهون، وكمان على حسب توزيع الدهون في جسمنا. ممكن نلاقي في مناطق متمركز فيها الدهون حتى لو باقي البادي شيب مظبوط ومثالي. ده كيلو عضلات وده كيلو دهون، الاثنين نفس الوزن على الميزان، لكن طبعا الشكل مختلف تماما والحجم مختلف تماما. علشان كده قبل ما تشتكي ان الميزان ثابت بقاله فتره كبيره لازم تشوف مقاساتك الاول. لو حسيت ان مقاساتك اختلفت او لقيت ان هدومك بدات توسع عليك، ده معناها ان انت بتخسر دهون وفي نفس الوقت محافظ على كتلتك العضليه، وهو ده الهدف الرئيسي من اي نظام غذائي بنمشي عليه. اما بقى لو ماشي على نظام غذائي بقالك فتره كبيره وبرضه وزنك ومقاساتك الاثنين ثابتين، فده معناه ان انت عندك يا اما مشكله صحيه بتاثر على نزولك للوزن، يا اما النظام اللي انت ماشي عليه مش مناسب لحالتك. لو بتواجه المشكله دي ومش عارف تظبط وزنك ومقاساتك، انا اقدر اساعدك. انا دكتوره فاطمه عباس، اخصائيه تغذيه علاجيه معتمده من هيئه البورد الامريكي. لو حابين تعرفوا تفاصيل المتابعه سيبوا لي كومنت او ابعتوا لي رساله، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.